اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة نسرين هاند ميد كروشيه. النهارده هنعمل مع بعض شجرة الكريسماس بفكرة بسيطة وسهلة، وادوات كلها موجودة عندنا في البيت. ان شاء الله تبقى بسيطة عليكم وسهلة وتعجبكم. ما تنسوش بقى اللي بيشوفني لاول مرة يعمل سبسكرايب للقناة ويفعل زرار الجرس عشان يوصل له كل الفيديوهات الجديدة. وما تنسوش كمان لايكات كتير على الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. الادوات اللي انا هستخدمها طبعا هنحتاج مقص، هحتاج خيط لونه اخضر للشجرة، وهحتاج اصفر او اورنج للنجمة بتاعت اللي هنحطها فوق الشجرة. انا هنا الخيط الاخضر ده استخدمت خيط اليز ديفا. والخيط الاصفر صراحة يعني انا مش فاكرة، بس هو خيط اكليريك يعني رفيع. طبعا ممكن تستخدموا اي بواقي خيط عندكم. وهحتاج طبعا ابرتين، ابرة مقاس 3 اللي هشتغل بيها خيط اليز ديفا، و2.5 اللي هشتغل بيها النجمة. وطبعا كمان هحتاج دباسة او اي شيء لاصق. وهحتاج كمان ورقة. ممكن ده ورق كانسون بيتباع في المكتبة. لو مش متوفر عندك الورق ده، ممكن تستخدمي جلدة كراسة. وكمان هحتاج مسدس شمع، وهحتاج اي حاجة نلزق بيها الورقة دي، او ممكن حتى دباسة او سوليتيب ايا كان. ويلا بينا نبدأ نشوف هنعمل ازاي الشجرة بتاعتنا. طبعا هنا انا اشتغلت قبل الفيديو القطعة بتاعتي اللي انا عايزة اشتغلها، فانا هوريكم نموذج صغير منها علشان بس تاخدوا الفكرة او تبقوا عارفين انا اشتغلتها ازاي. انا اشتغلت الجزء ده، عملت 230 غرزة سلسلة. بس انا هبدأ معاكم، هشتغل جزء صغير منه. هبتدي اعمل عقدة البداية، وهرتفع عدد سلاسل 3 4 5 6 7. انا اشتغلت عدد بسيط من السلاسل، اشتغلت 30 سلسلة، لكن المشروع بتاعنا الاساسي انا اشتغلته على 230 سلسلة. انا بوريكم بس جزء بسيط. هنبدأ الشغل بتاعنا طبعا اللي احنا هنعمله في ال 30 سلسلة هو اللي هتعمليه في ال 230 سلسلة. هبدأ اشتغل يعني الشغل بتاعي او السطر الاولاني بتاعي. هسيب اول سلسلة وهشتغل ابتداء من السلسلة التانية غرزة حشو، وفي كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو زي ما احنا شايفين كده. هشتغل كده لنهاية السطر. في كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو لنهاية السطر. كده انا خلصت السطر الاولاني كله حشو، وهبدأ السطر التاني. هرتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل برضو في اول غرزة اشتغل فيها غرزة حشو. هرتفع 3 سلسلة، هسيب غرزة وهدخل في اللي بعدها اشتغل فيها حشو، وهكرر. هرتفع 3 سلسلة، هسيب غرزة وهدخل في اللي بعدها اشتغل فيها حشو. 3 سلسلة، هسيب غرزة واللي بعدها هشتغل فيها حشو. هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. بالشكل ده كده انا وصلت لنهاية السطر. فاضل معايا اخر غرزة هشتغلها معاكم. هسيب الغرزة اللي قبل الاخيرة، وهاجي هنا في اخر غرزة هشتغل فيها غرزة حشو. بس عايزة اخد الضلعين مع بعض اهو كده. اخدت الضلعين مع بعض اهو، هشتغل فيها غرزة حشو. يبقى انا كده خلصت السطر التاني. هي بسيطة جدا زي ما احنا شايفين كده. طبعا زي ما قلت لكم اللي انا بعمله في الجزء الصغير ده هو اللي انا عملته هنا. هبدأ بعد كده السطر التالت والاخير. هبتدي اقلب الشغل، وانا عايزة اشتغل جوه الفراغ الاولاني ده، فهدخل فيه بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. وهبدأ ارتفع 3 سلسلة. 3 سلسلة دول عمود بلفة، وهدخل في نفس الفراغ اشتغل كمان 6 غرز عمود بلفة في اول فراغ.
يبقى التوتال هيبقى معايا 7 غرز عمود بلفة، لاني انا طبعا هحسب ال3 سلاسل دول يعتبروا اول عمود بلفة معايا. كده 1 2 3 4 5 6، فاضل عمود، يبقى انا بشتغل في الفراغ الاولاني 7 غرز عمود بلفة. بعد كده هدخل في الفراغ التاني هشتغل فيه غرزة حشو، وهرجع اكرر تاني الفراغ اللي بعده هشتغل فيه 7 عمود بلفة، 7 بالشكل ده. والفراغ اللي بعده هشتغل غرزة حشو، والفراغ اللي بعده 7 عمود بلفة. يبقى انا فراغ بشتغل فيه 7 عمود بلفة، والفراغ اللي بعده بشتغل فيه غرزة حشو. طبعا كده انا اشتغلت السطر كله، دول ال30 غرزة اللي انا وريتكم عليهم اهو. في نفس الوقت انا عاملة الشغل الاساسي 230 غرزة، وطبعا نهيت الشغل ونضفت الخيط الزيادة. وبعد كده كمان هنعمل النجمة بتاعتنا. طبعا انا هشتغل النجمة باللون الاصفر، والابرة المناسبة للخيط 2.5. هبدأ اعمل الماجيك سيركل بالشكل ده كده، وهرتفع غرزة سلسلة، وهدخل في نفس الفراغ هشتغل، او في نفس الحلقة دي هشتغل 10 غرز حشو. اول غرزة 2 10. انا كده اشتغلت 10 غرز حشو. بعد كده هبتدي اقفل الحلقة بتاعتي بالشكل ده، وهقفل في اول غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده، وهبدأ ارتفع 4 سلسلة، وهسيب اول غرزة وهدخل في الغرزة التانية اشتغل فيها غرزة منزلقة. بعد كده في الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة حشو، وفي الغرزة الاخرانية او تالت غرزة هشتغل فيها غرزة نص عمود بالشكل ده. بعد كده هسيب نفس الغرزة اللي انا اشتغلت فيها دي مش هشتغل فيها، هدخل في اللي بعدها اشتغل غرزة منزلقة، كمان هدخل في اللي بعدها اشتغل برضو غرزة منزلقة بالشكل ده كده. وهبدأ بقى اكرر تاني، هرتفع 4 سلسلة، هسيب اول غرزة وهدخل في اللي بعدها اشتغل غرزة منزلقة، واللي بعدها هشتغل حشو، واللي بعدها هشتغل غرزة نص عمود بالشكل ده اهو. ومش هدخل بقى في نفس الغرزة، هدخل في اللي بعدها اشتغل غرزة منزلقة، وكمان اللي بعدها هدخل برضو اشتغل فيها غرزة منزلقة، وهكرر تاني هرتفع 4 سلسلة. هكرر بقى بنفس الطريقة، هسيب الغرزة وادخل في التانية بغرزة منزلقة، واللي بعدها غرزة حشو، واللي بعدها غرزة نص عمود اهو، وهدخل في الغرزة اللي بعد كده بغرزة منزلقة، وكمان اللي بعدها بغرزة منزلقة بالشكل ده اهو. هشتغل الجزء اللي فاضل ده وارجع له اهو. وصلت كده للنهاية، هدخل بعد كده في الغرزة اللي بعد كده بغرزة منزلقة اهو بالشكل ده كده. وهبتدي بقى انهي الشغل اهو اهو كده بالشكل ده، وهنضف الخيط وارجع لكم بالشكل ده كده. ده شكل النجمة بعد ما خلصتها ونضفت الخيط. ده كده الجزء بتاعنا الاساسي اللي احنا عملناه. هنبتدي بعد كده
نكون بقى الشجرة بتاعتنا. طبعا احنا الورقة بتاعتنا مش مهم لونها طبعا، لان احنا هنغطيها بعد كده او هتتدارى مش هتبان. انا هنا قطعت، طبعا ورق الكانسون ده بيجي ورق كبير او فرخ كبير، فانا قطعت منه الجزء ده. وانا هعمل ارتفاع الشجرة تقريبا ده كده ارتفاعها 17 سنتي، فانا عايزة اخد ال17 سنتي دي من كل زاوية. فانا كده هبدأ هنا اهو اعلم ال17 سنتي، وهاجي هنا برضو كأني ايه هعملها زي مروحة كده. هبدأ بقى الف ال17 سنتي ده كده اهو، يعني انا مثبتاها هنا تحت عند ال17 وبلف كده اهو. هفضل بقى كده ايه اخد المقاسات كلها، بس نحاول نخلي بالنا برضو عشان تبقى مظبوطة اهو. يبقى انا كده خدت المقاسات طبعا اهو، الرصاص باين. وبعد كده هوصل الجزء ده كده اهو، حتى يعني لو ما وصلتوش النقط باينه اهو. وهبتدي بقى اقص الجزء ده كده اهو بالشكل ده. وده بعد كده الجزء ده هعمله زي شكل القرطاس او الكون بالشكل ده كده اهو. يا اما بقى هعمله بسوليتيب او بالدباسه. انا هدبسه الصراحه لاني جربت السوليتيب حسيت ان هو ايه مش محكم اهو بالشكل ده. هدبس كده وارجع لكم بالشكل ده كده. انا دبست الجزء بتاعنا ده من تحت، وعملت اللي فوق هنا بمسدس الشمع. ولو في بقى اي زيادة هبتدي اقصها اهو كده. في زيادات بشيلها كده بالشكل ده اهو. ده كده هيبقى شكلها معانا. وبعد كده هبتدي بقى اجيب الجزء بتاعنا الاخضر. هبدأ بقى اجيب مسدس الشمع وهلزق كده جزء بالشكل ده، او هحط جزء على الكرتونة وهبتدي بقى الزق الشجرة بتاعتنا بالشكل ده كده اهو. وهبدأ احط شمع تاني اهو. طبعا زي ما احنا شايفين كده نخلي الشكل او الفسطونات دي لتحت اهو. طبعا هنلزق كده حوالين القمع بتاعنا او الكون، شكل الكون بتاعنا ده اهو بالشكل ده. طبعا مسدس الشمع لسعته بتبقى رخمة شوية اهو. وبعد كده بقى هنبتدي ان احنا نطلع بقى كده اهو. نلزق برضو جزء جزء كده اهو اهو بالشكل ده. كده احنا لزقنا الشجرة كلها. وعايزة اقول لكم طبعا ان سمك الخيط هيختلف. لو انتي استخدمتي خيط مثلا اتخن شوية فطبعا اكيد هتستخدمي او هتضطري تعملي عدد سلاسل اقل شوية علشان خاطر تعملي الشجرة، او ممكن نفسه القمع يختلف معاكي. فيعني ايه يعني ممكن تجربي كده مرة واتنين على ما تظبطيها، ان شاء الله تظبط معاكي على طول. بس انا كده خلاص لزقنا الشجرة بتاعتنا
بالشكل ده كده. هبتدي بقى اقص الجزء اللي فوق ده كده اهو، نحاول ان احنا نداريه. نبتدي بقى ان احنا نلزق كده. هجيب مسدس الشمع واحط شمعة كده هنا، وهبتدي الزق. وانا صراحة نسيت اقول لكم في بداية الفيديو ان احنا هنحتاج خرز صغير. انا الخرز ده كان بتاع بنتي وهي صغيرة، فطبعا ده موجود في اي حتة. لو مش موجود عندك يعني تقدري ان انتي تعوضي مثلا بخيوط مثلا تلزقيها ملونة تعمليها زي الكورة كده يعني. فانا هبتدي ان انا نحط بقى مثلا كده ونلزق الدواير دي كده اهو، بس نحاول ان احنا ما نكترش الشمع اهو. نلزقها بقى كده. بالشكل ده كده انا لزقت خرز حوالين الشجرة كلها. طبعا بنلزق عشوائي بالشكل ده. و النجمة بتاعتنا اهي، انا لقيت دي برضو في الخرز بتاعنا، ففكرت هلزق واحدة هنا في النص، او دريت الجزء اللي انا قلت لكم باين يعني. حاولت احط فيه خرز برضو عشان ما يبانش. نحط دي كده هنا، ممكن تدي برضو شكل ظريف اهو. من الناحية التانية كمان برضو اهي اهي كده بالشكل ده. ده كده شكلها النهائي اهي. فكرتها بسيطة وسهلة. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. شكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد وغرزة جديدة.